بيبدأ المسلسل مع تشاو اللي بتكون ممثلة مشهورة وهي في موقع تصوير، وبتكون تعبانة بسبب الكعب اللي هي لابساه، وبتكلم نفسها وبتقول هما ليه طلبوا مني ألبس كده؟ بس بتتصدم لما بتلاقي واحدة بتقولها إن الميكروفون مفتوح وبتطلب منها ترفع الكاميرا، وبيبان إن الكعب اللي هي لابساه باظ. ساعتها بيقولها مدير أعمالها إنها لازم تحافظ عليه لأنهم هيرجعوه للشركة تاني. وبعد كده بنلاقي تشا واقفة في مكان أثري وفي درون بيصورها، ولما بنروح لأوضة الإعداد بنشوف واحد اسمه جو واللي بيكون مترجم، ولما بنرجع لتشا بنلاقيها بتسند على الجسر، فبيحذرها جو وبيقول لها تشيل إيديها، فبتفرح لأنها بتكون فاكراه إنه خايف عليها، بس هو بيقول لها إنه مكتوب في اللوحة اللي قدامها إنه ممنوع تسند على الجسر. وساعتها بتشوف اللوحة وبيبان إنها مش بتفهم في اللغات. وبتكون شا معاها ممثل ياباني اسمه هيرو، وبيكونوا بيصوروا وجو بيترجم ليهم. وبعد ما بيخلصوا تصوير بيبان إن هيرو معجب بيها وبيقول لها إنها جميلة وإنه عاوز يفضل يشوفها، فبيسكت جو ومش بيترجم كلامه. فساعتها بيبصلوا الكل وبيستغربوا، وبتكون شا مش فاهمة هو قال إيه. فساعتها هيرو بيقول لها حاجة تانية وهي مش بتفهمه، ولما بتطلب من جو إنه يترجم لها فبيسكت شوية وبيقول لها إنه معجب بيها. ساعتها تشا بتبص للكاميرا وبتحس إن جو بيعترف ليها بحبه وإن ما كانش بيترجم كلام هيرو. وعلشان نفهم مين دول وإيه اللي وصلهم لهنا بنرجع سنة لورا في اليابان مع جو وهو في التاكسي وبيكون رايح يترجم عرض الكاتب. ولما بيخلصوا المقابلة بيبان إن علاقة جو والكاتب كويسة وبيعزموا إنه يروح يشرب معاه، بس جو بيرفض وبينصحه إنه يبطل كحول لأنه بقى يتلخبط في كتاباته. فبيهزر معاه الكاتب وبيقوله إنه محتاجه يترجم مقابلة ليه، فجو بيقوله إنه هيسافر لأسبانيا ومش هيبقى فاضي. وبعد كده بيروح جو لمحطة قطر، وكمان شا بتكون هناك بس ما بيكونوش عارفين بعض وبيركبوا نفس القطر. ساعتها بيفتكر جو موقف ليه مع واحدة كان يعرفها لما نامت على كتفه في نفس القطر. ولما بتوصل تشا لمطعم بيبان إنها بتدور على شخص في المطعم ده، وبنلاقي إن جو هو كمان وصل لنفس المطعم، وبيحصل بينهم سوء تفاهم لأن تشا بتعرف إنه كوري وبتشك إنه كان بيتنصت عليها، بس هو بينكر وبيقول لها إنه ما كانش يقصد يسمعها. بس بيلاقوا إن في أم بتصرخ بسبب إن حصل لابنها حساسية واللي بيكونوا إيطاليين، فبيكلمها جو بالإيطالي وبيساعدهم وبياخد الطفل للمستشفى. وساعتها بتقوله إنها هتاخد بالها من شنطته. ولما بيرجع جو للمطعم تاني علشان ياخد حاجته بتعتذر له تشا وبتطلب منه إنه يساعدها، بس هو بيرفض لأنه كان سمعها في المطعم وبيكون عارف إنها رايحة الراجل علشان تطلب منه إنه يسامحها، وبتكون محتاجاه علشان يترجم لها اللي هتقوله، بس هو بيرفض. لكن لما بتترجاه بيوافق وبيخش معاها المطعم وبيسألوا واحدة عن الشخص اللي هم عايزينه واللي بيكون اسمه كيم. فبتقوله البنت اللي شغالة هناك إنه مسافر بس هتنادلهم حبيبته، ولما بتناديها بتلاقيها إنها حامل، فبتفتكر إنه كان بيخونها، فبتتعصب وبتمشي. لكن البنت الحامل بتوقف جو وبتكون عارفة تشا وبتقوله يقول لها إنها حامل من جوزها السابق مش من حبيبها، وإنها لو عرفت تاخد كيم تاخده لأنها مش عاوزة تبقى أنانية. فبتحس تشا لما بتسمع الكلام ده إنها بتتحداها وبتكون عاوزة ترجع للبنت تاني، بس جو بيرفض إنه يرجع معاها وبيعرفها إنهم اتنين بيحبوا بعض وبيكون شايفها الطرف الشرير في العلاقة. بس هي بتقوله إنها كمان كانت بتحبه وكان بينهم قصة حب، وبتعرفه إنه سابها فجأة واستنته يرجع لها بس اتفاجئت إنه ارتبط بحد تاني، وعلشان كده هي جات له هنا وهي مش عاوزة تنهي العلاقة كده، وبتطلب منه إنه يساعدها علشان كرامتها. فبيزعل جو علشانها وبيرجع معاها للمطعم، وبنلاقي تشا بتسأل الست الحامل عن الوقت اللي كان بيختفي فيه هل كان بيبقى معاها ولا لأ، بس هي ما بتردش. وساعتها بتتأكد تشا إنه كان بيخونها، بس الست الحامل بتحكي لها إنهم كانوا مرتبطين من أيام الدراسة، بس هو اتعلق بواحدة أهلها سابوها لوحدها وكانت وحيدة، وهو ما قدرش يسيبها كده. وبتقول لها إنها هي البنت دي، وبتشوف إن حبيبها ارتبط بتشا علشان الشفقة عليها، وبتقول لها إنها ليه جت هنا بعد ما حبيبها رجع لها تاني. فبتفهم الكلام من تعبيراتها وبترفض إن جو يترجم لها علشان ما تتجرحش، وبتكون عاوزة تعيط بس بتخاف إنها تبان ضعيفة. فجو بيحضنها وبيقول ساعتها للست الحامل إنها فاهمة غلط وإنهم هنا مع بعض في شغل، فبتستغرب الست الحامل وبتتحرج إنها فهمت غلط. وساعتها جو بياخد تشا وبيخرجوا وبتشكره تشا على مساعدته ليها،
وبتمشي. فبيبصلها جو وبيفتكر كلام الست الحامل وهي بتقوله إنه أكيد وحيدة علشان تيجي المسافة دي كلها وتدوس على كرامتها بعد ما عرفت إن حبيبها خانها. وساعتها تشا بتلاقي موبايل بيرن، فبتكتشف إن جو نسي موبايله معاها، فبتجري وراه لحد ما بتديله الموبايل. وبتكون الست الإيطالية بتشكره إنه أنقذ ابنها، وبتقوله إنهم حجزوله في مطعم لفردين كتعبير عن شكرهم. فبيوافق وبيعزم تشا إنها تيجي معاه، فبتوافق وبتقوله هتقابله الساعة 7، بس هو بيقول لها إنهم يفضلوا مع بعض لحد الوقت ده. فبتوافق وبيمشوا مع بعض، وبيعرف وقتها إنها ممثلة بس مش مشهورة قوي، فبيتمنى لها الحظ وبيقول لها إنها هتتشهر في يوم من الأيام. فبتتبسط من كلامه وبتكون عايزاه يتابعها على حسابها، بس بيقول لها إنه مش هينفع يتابعها علشان لما تتشهر الناس هتدور وراه. فبتفهم إنه بيرفض من غير ما يسبب لها إحراج. ولما بتسأله إذا كان زار المكان ده قبل كده، بيقول لها إنه زاره مع شخص زمان، والشخص ده عيد ميلاده النهاردة، فعلشان كده جه تاني هنا. فبتسأله ساعتها هل الشخص ده بنت كان بيحبها، وبتقوله إنهم مش هيشوفوا بعض تاني وعادي لو قال لها. فساعتها بيعرفها إنه ده من زمان لما بنت قالت له إنها بتحبه، بس هو مردش عليها، وبيبان عليه إنه لسه بيحبها. فقالت له تشا إنه ممكن يرجع يكلمها تاني، بس هو قال لها إنها ارتبطت بحد تاني، فبتزعل علشانه. وساعتها بيتحركوا للمطعم وبيكونوا مش لاقيين مكانه، فبتتحدى تشا إنها لو لقت هي هيتابعها على حسابها، وبتسيبه علشان تدور على المطعم. بس ساعتها بيرن واحد على جو، واللي بيكون صاحبه اللي بيعرفه إنه مش لاقي سون ومش بترد عليه، وبيعرف من حسابها إنها في اليابان. فلما بيفتح جو الصورة اللي سون منزلاها، بيلاقيها كانت في نفس المكان اللي هم كانوا فيه، وبنعرف إن هي دي البنت اللي هو بيحبها. ولما بتسأله تشا إيه اللي حصل، بيعرفها إن البنت اللي حكالها عنها موجودة هنا، فبتشجعه إنه يروح لها وإن دي فرصته. فبيمشي جو وبيسيبها، فبيبان الزعل على تشا وإنها حتى ملحقتش تاخد رقمه، وبتسأل نفسها هل هيتابعها على الحساب ولا لأ. وبنروح لجو وهو بيجري علشان يلحق سون، وبيلاقي صاحبه بيرن عليه، بس مش بنعرف إيه اللي حصل بينهم. وبنروح بعد كده لتشا وهي في مشهد تصوير لفيلم هي بطلته، وبيبان إنها بتجتهد علشان الفيلم ده ينجح. فساعتها بيقول لها واحد إن التصوير ممكن يتأخر بسبب إن المخرج اتخانق مع الناس اللي بيقوموا بالمشاهد الخطيرة، فبتضطر تشا إن هي اللي تقوم بالمشاهد دي. وبيكون مشهد وهي بتنط من فوق عمارة، ولما بيخلصوا المشهد الحبل بيتقطع وبتقع تشا على الأرض، وبتغمض عينيها وهي فاكرة إنها هتموت. ولما بتفتحها بتلاقي نفسها في المستشفى، وفي مؤتمر صحفي بيذيع إنها فاقت، وبيبان إنها حققت الشهرة اللي كانت عايزاها ونجحت، وكل الأخبار بتتكلم عنها، والناس بتتكلم إنها فاقت بعد غيبوبة 6 شهور بعد آخر فيلم عملته. وبنرجع لتشا وهي مصدومة من التغيير اللي حصل في حياتها ومش مصدقة إن العالم بيحتفل بيها. وبنروح لجو وهو بيقرأ الأخبار عنها وبيكون فرحان إنها أخيرا فاقت. وهنا بتنتهي الحلقة الأولى من المسلسل.